السلام عليكم. الناس اللي عايزه تعرف اسعار السلالات في مزارع بركات، عايز تعرف كل حاجه عن الاسعار اللي عندنا، هيتواصلوا معانا على 010 15 78 566 5. دي هتبعت رساله، هيجي لك بص على الواتس، هيجي لك كل الاسعار اللي انت عايزها. الناس اللي عايزه الشحن موجود عندنا شحن، بنشحن احنا هنا على الطريق الزراعي، بنشحن لغايه كليه الزراعه لغايه عبود على الخط كده، وانت ماشي اللي هو ايه بتاع الطريق بتاع مصر اسكندريه. الناس اللي عايزه تروح الحاجه بتاعتها مثلا في اي محافظه على الموقف، نبعت لك عادي الموقف، العربيه تجي لك لغايه الموقف، تاخد رقم السواق وتتواصل معاه وتجي لك الحاجه. طبعا السلات اللي عندنا هي اللي انت شايفها ديت. عندنا هنا اهوت بسم الله ما شاء الله السيرفر، عندنا البلجيكي، عندنا بابيون بكل انواعه، عندنا شنشيلا، عندنا دوتش، عندنا ابيض بكل مسمياته، عندنا هنا الشوكولاته. طبعا كل ده صفه واحده، عشان الناس اللي بتتكلم بتقول لك عايزين الوان، عايزين مش عارف ايه، عايزين مسميات كذا. كل الارانب اللي عندنا دي صفه واحده في الرضاعه والمناعه والخصوبه وتحويل اللحم رقم واحد. طبعا ما تنسوناش في الاشتراك واللايك عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. انتوا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى انتوا اللي هتكبروا القناه. واللي ما يعرفنيش، انا اخوكم عبد الفتاح عوض بركات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا أرانب بركات، أبو كله بخير يا رب. طبعا دي أم دخلنا عليها لقيناها لسه والدة، لو الناس تاخد بالها الأم لسه رجليها فيها دم. بعد إذنك كده، الأم رجليها فيها دم يا جماعة. الناس اللي تاخد بالها الأم رجليها فيها دم أهي، عشان بس الناس تقول لك إيه، أم لسه رجليها فيها دم مطرح الولادة. خدت بالكم؟ فلاش مش مبين الدم، استنى مش عايز يبان في الكاميرا ولا ايه، سبحان الله. ما علينا، ام ديت لسه والده حالا. شغل فلاش. الام دي لونها يا جماعه، الام دي لونها دوتش اهيت زي ما انتم شايفين، جايبه خلفه كلها بيضه. طيب نتعامل ازاي مع الام دي؟ لقيتها لسه والده، بسيب الام تستريح لو والده في الحر اللي احنا فيه دي. بالليل بديلها المضاد الحيوي، بعدها ب 24 ساعه برضه في بعدها الليله اللي بعدها بديلها الايفوماك بتاعها. يبقى كده انا ظبطت الام بتاخد طبعا مضاد حيوي عشان احنا فاهمين التهابات الرحم، اي بكتيريا ضاره في اللبن تموت الام. لو في مثلا اي جروح في الرحم من جوه تشفى ان شاء الله، عشان تيجي بعد ال10 ايام، نيجي على عمر 10 ايام نلقح الام مبقاش عندها اي مشكله بكتيريه في الرحم، تمسك معاك كويس، مبقاش عندها اي مشكله في اللبن، ما تموتش الخلفه. الام دي طبعا لونها اهيت، جايبه خلفه كلها بيضه بسم الله ما شاء الله. نعمل ايه مع الخلفه اللي هي مثلا ديت؟ بص انا عملت معاها ايه، انا ما عملتش حاجه طبعا يعني، عشان بس نبقى الام لسه والده. برضه نشيلوا الحتت اللي في، بص لقيتها مثلا حاجه فيها دم كده يا جماعه اهي، نشيلوها نرموها كده اهو. نعمل ايه مع الخلفه؟ ما نعملش اي حاجه، ولا تب ولا جش في الحر دي، زي ما عملنا فيديوهات قبل كده وعرفناكم. نرمي عليها شويه البتاع اللي هنتفهم من جسمها اهي. طيب لقيت مثلا الشعر ديت يامه شويه، بحط منه كمان، بجيب لها اي شويه من اللي احنا شايلينهم واحط منهم واسيبها زي ما هي كده بس. مش عايزه اي حاجه، عايز احط لها ممكن احط لها كوبشه تبن صغيره كده ايه، تخشن المكان وتخلي الشعر ايه يبقى كتير شويه، كوبشه تبن بس صغيره كده بس اهي. الام طبعا زي ما احنا قلنا الام دي لسه والده، فبتنهج طبعا مطرح الولاده وتعبانه. هنسيبوها تبقى كويسه، هنسيبوها تبقى تمام على بالليل متاخر، نديلها السنتي المضاد الحيوي بتاعها. تاني يوم بالليل متاخر نديلها الايفوماك بتاعها السنتي. وبس على كده يا جماعه، ونسيب الام بكل طبيعتها ومفيش اي مشكله، ونرضع حبيس. وحبيت بس اعرفكم ازاي تتعامل مع الام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.